ضيعنا بزاف د اللعابه حتى لو ماكسيموم. مزراوي كان مريض لعاب. غنم سايس تا هو شفتي خرج دغيا، واخا نبغيو نساليو تخوازيام مي غنردوا البال، عندنا بزاف د لي بليسي. غنشوفوا اللي مهم هي حطينا الماكسيموم. دابا ما غاديش نفكروا في هذا الماتش، دابا غنرتاحوا، غنشوفوا، غنتجمعوا، غنقول لهم برافو للدراري باسكو تقاتلوا، هادشي اللي كيامني. المنتخب الوطني قدم افضل اداء في المونديال في تاريخ المنتخبات العربيه والافريقيه، ووصل لنصف النهائي في المحطه الاخيره اللي كانت ضد المنتخب الفرنسي. ولكن هذا الوصول للنصف صاحب معاه مشاكل على مستوى الاصابات في مراكز حساسه للمنتخب اللي كتمثل في خط الدفاع أكرد وسايس، اللي هما ثنائي اللاكس تيتولار في تشكيله وليد الركراكي، واللي بالرغم من هذه الاصابات سجل الفريق اداء ممتاز، وكانوا محاولات من المنتخب واللي لولا الحظ وسوء التحكيم كنا نمشيو مازال للفينال. المنتخب الوطني غيعيش هذه المشاكل حتى من قبل بدايه المونديال. نايف أكرد فخر صناعه اكاديميه محمد السادس غيتلقى عرض من ويست هام باش يضموا من ناديه رين الفرنسي بعرض قياسي لمدافع مغربي بقيمه 30 مليون باوند. بدايه أكرد ما كانش مثاليه للاعب. مباشره بعد الانتقال لعب أكرد مباراه اعداديه مع ويست هام ضد رينجرز الاسكتلندي، وكان الخبر غير صار اصابه أكرد بعد التحام مع مهاجم رينجرز، وتحط اللاعب امام جوج ديال لي شوا: اما يدخل في مرحله الاستشفاء الطبيعي وهذه كتاخذ مراحل كثيره، واما يدير عمليه جراحيه للكاحل. أكرد اختار يقوم بعمليه جراحيه باش يكون عنده حظوظ ويكون واجد الموندي مع المنتخب. الحمد لله العمليه نجحات، وقدر يرجع أكرد للمستوى العالي ديالو ويعاود يسجل الرسميه ديالو مع ويست هام. وخا اللاعب سجل غياب في الماتشات الاعداديه للمنتخب الوطني ضد باراغواي والشيلي، ولكن الركراكي بقى مآمن بالعوده ديال أكرد، وداكشي اللي كان لاعب قدم مستوى خرافي في المونديال مع سايس. ولكن من بعد في الدور الربع عاودت رجعت له الاصابه، وهذه المره الاصابه غتسجل في اقدام الكابيتان وغانم سايس اللي بالرغم من التحامل على الاصابه ديالو كونتر البرتغال ومكمل الماتش وهو كيعرج. حاول كذلك يلعب كونتر فرنسا، ولكن في وسط الماتش ما قدرش السادس يكمل، وكيدخل الركراكي سليم املاح باش يلعب في اللاكس، وكيصبح رسميا المنتخب لاعب بلا ثنائي ديال اللاكس أكرد وسايس. هذه المره المنتخب كيعيش نفس السيناريو المونديال في كاس افريقيا بالكوت ديفوار، ولكن بمراكز مختلفه. بوفال اللي تصاب مع فريق الريال القطري قبل باشهر قليله مع بدايه الكان، وسليم املاح اللي تصاب مع فالنسيا الاسباني، ولكن بفضل نظام الاستشفاء اللي دخلوا فيه اللعابه بجوج. في اعاده تاهيل قدروا يسجلوا سمياتهم في لائحه الركراكي اللي غتشارك في الكان بالكوت ديفوار. وعكس المراحل الاقصائيه اللي عاش فيها المنتخب بدايه اصابات، هذه المره طرا العكس كونتر تنزانيا، وبسبب الشحين السياسي. لازم في النتيجه، ولكن تعرف قوه الاتحاديه تاع واسمه تاع المنافس تاعنا، راهم قوه الان في افريقيا، قوه ضاربه يعني في كره القدم، فهمت؟ والانسان كل واحد وقته. احنا حبينا نلعبوا مثلا على الساعه 2 زوالا، نلعبونهم على 10 تاع الليل ولا 8 تاع الليل. هما الان هم اللي هم يعني كما يقولوا راهم يسيروا في الامور تاع الكره تاع افريقيا. واش حاب نقول لك، انا نتبعوا، احنا من المتتبعين الان. يعني حبيت تقولي بأنكم تريد اللعب في وقت الظهيرة، ولكن فرض عليكم اللعب ليلا في مباراة المغرب. وعدنا في البلد فرض الكلام، فرض يعني راهم الان يفرضوا انفسهم. هادشي كان عليه الاثر في الماتش الاول ديال المنتخب، وبدينا كنشوفوا تدخلات وتاكلات بعيده بزاف على كره، على الزلزولي وزياش وحتى اناحي وبعض اللاعبين، مع تسجيل تغاضي تام من الحكم على طرد اكثر من لاعب. الركراكي فاهم الامور كيفاش كدور في العرف الافريقي بفضل الخبره اللي اكتسب مع المنتخب الوطني فاش كان ادجوانش ديال الطوسي، وفاش كان كذلك مدرب الفتح الرباطي، وكذلك مع الوداد الرياضي. هادشي علاش كاجراء احترازي من الركراكي دار واحد البروتيكسيون على اللعابه ديالو، ما لعبش بوفال تيتولار واختار يلعبوا في الدقائق الاخرى، وكذلك خرج سليم املاح في الدوزيام ميطا حيت عارف الحساسيه ديال الماتش. وانتوما المشاهدين شنو بان لكم؟ واش مازال غنشوفوا بحال التدخل في الماتشات الجايه من الكوب دافريك، ولا غير ستريس ديال البديه ومن بعد ما نبقاوش نشوفوا بحال التدخلات؟ كيهمني بزاف الراي ديالك. ما تنساوش تشاركونا ارائكم في لي كومونتير، بارطاجيو الفيديو للماكس، ما تنساوش ابوناو في القناه.
نشوفكم الحلقه الماجيه.